ازيكم عاملين ايه؟ لو عايز تبقى مبسوط وسعيد، اسعد اي حد حواليك. انا هحكي لكم تجربة شخصية. انا كان عندي كلب صغير وخرجته تبني. من بعدها لقيت نفسي متضايقة وزعلانة. قلت لا، انا هنزل اكل الكلاب والقطط اللي في الشارع. وفعلا لما نزلت وعملت كده لقيت كمية حب وفرح وسعادة ما كنتش اتوقعها، لدرجة إن الكلاب لما بتشوفني جاية من بعيد والقطط تجري عليا وتاخدني بالأحضان، رافعة ايديها فعلا عايزة تحضني. لولا اللي أنا بحوشهم بعيد عني شوية، بيحسوا بيا أول ما أجي نازلة تلاقيهم ملمومين حواليا، لقوا سعادتهم في وجودي. أنا كنت فاكرة إن أنا عشان بأكلهم بس، لكن لأ، هم حسوا بحبي ليهم، بدليل إن بيبقى فيه قطط واقفة الأكل قدامها وتسيب الأكل وتشعلق فيا وتفضل تشد فيا علشان ألعب معاها. يعني مش مجرد إن هم عايزين ياكلوا بس، الكائنات دي بتحس بالحب، بتحس بالمشاعر الحقيقية. وصدقوني بيدونا مشاعر فعلا احنا محتاجينها. وفعلا ببقى مبسوطة جدا بعد ما بحس ان انا اكلتهم او لعبت معاهم وفرحتهم. الفرحة اللي بشوفها في عينيهم بتسعدني جدا. بس أتمنى إن الناس تسيبهم في حالهم، محدش يأذيهم ومحدش يضايقهم، لأن هم مكانهم الشارع. يعني هم راضيين بالشارع، لكن الناس مش راضية. يعني أنا بحاول أعقم الكلاب اللي موجودة في المنطقة بتاعتي، أنا ومجموعة ناس، علشان ما يتبهدلوش هم وعيالهم، وعلشان نقلل الضغط بتاعهم، إن الناس ما تبقاش متضايقة. لكن برضو للأسف مفيش حد سايبهم في حالهم. أتمنى في يوم من الأيام إنه يلاقوا كل إيد حواليهم بتطبطب عليهم، تديلهم لقمة، حبة مية، أو حتى تسيبهم في حالهم.